ومرة واحدة صحيت على صوت أذان الفجر. يا ترى هو ده اللي بيشوفوه بعد صلاة الاستخارة؟ قمت بسرعة واتوضيت وصليت الفجر وفضلت قاعدة وعمالة أدعي ربنا، يا رب يا رب أنا خايفة ومش عارفة أعمل إيه، خايفة أتوجع وأتكسر مرة تانية، خايفة أفشل مرة تانية، دلني يا رب على الطريق الصح، ولو خالد خير قربنا من بعض، ولو شر بعدوا عني يا رب. وبعدها رجعت لنومي تاني وأنا مفوضة أمري لله. عدى يومين وكنت ماشية حياتي عادي جدا، لكن دماغي كانت دايما مشغولة، لحد ما في مرة لقيت بابا جايلي وبيقولي: ها يا بسنت، موافقة ولا لأ؟ ساعتها أنا أخدت نفس طويل وبعد كده قلت له: ماشي يا بابا اللي تشوفه. وفي نفس التوقيت تليفون بابا كان بيرن وكان خالد اللي بيتصل بيه. لقيت بابا قاعد يضحك وقال: سبحان الله، ابن الحلال عندي ذكره بيبان. هي أهلا، مساء الخير يا ابني. مساء النور، ها ايه الأخبار؟ هستناك تشرفنا عشان نحدد ميعاد الخطوبة ونتفق على كل حاجة. ايه ده بجد؟ يعني هي وافقت؟ طب قول والله كده. هستناك بكرة بالليل. طب وليه بكرة؟ طيب ما هو دلوقتي أحسن، أنا جايلكم أهو. الله، تيجي فين؟ خلاص الوقت اتأخر، قلت بكرة يبقى بكرة، مع السلامة. هو انت عملت ايه في الراجل يا بنت؟ ده شكله اتجنن على الآخر. بقيت قاعد والفرحة مش سايعاني، اتصلت على يوسف بسرعة. وافقت يا يوسف، وافقت، أنا فرحان قوي، هي كده بتحبني صح؟ صح يا يوسف؟ والله أنا مش عارف هي بتحبك ولا لأ، بس حتى لو لأ انت بقى تقدر تخليها تحبك بعد الخطوبة، وانا عارف انك تقدر على كده. طب يلا مع السلامة بقى عشان ابلغ ماما. وفعلا رحت عليها على طول وبلغتها، وعدى تاني يوم بسرعة جدا، ورحت عندهم وقعدنا واتفقنا على كل حاجة، واتفقنا كمان ان الخطوبة هتكون بعد اسبوع واحد. والحمد لله عدى الاسبوع ده بسرعة جدا من تجهيزات الخطوبة والتحضير لكل حاجة. وفي اليوم اللي قبل الفرح بالظبط بعت لبسنت رسالة على الواتس وقلت لها فيها: ها يا بسنت، مش عايزة تقولي لي اي حاجة بما ان يعني بكرة خطوبتنا وكده، يعني اي حاجة. كنت فاهمة كويس قوي هو عايزني اقول له ايه، لكن عملت نفسي عبيطة ومش فاهمة اي حاجة. هو والله انا عن نفسي مش عايزة اقول اي حاجة، ويلا نام بقى لان بكرة يومنا هيبقى طويل جدا. وانت فاكراني هعرف انام؟ ده انا هقعد اعد في الدقايق والثواني لحد بكرة ما يجي. ما ردتش عليه وقفلت الموبايل ونمت وانا مبتسمة وسعيدة. واخيرا جه اليوم اللي انا مستنياه. قمت وجهزت نفسي وبقيت قاعدة منتظرة خالد، والمعازيم كلهم وصلوا وجه ميعاد الخطوبة، لكن هو ما ظهرش. هو في ايه العريس ماله اتأخر كده ليه؟ زمان على وصول اهو، انا مش عارفة بس ايه اللي اخره كل ده. لكن عدى ساعة واتنين وتلاتة وخالد ما جاش. المعازيم زهقت وبدأت ان هي تمشي، والكل بقى قاعد مترقب وقلقان. بسنت نفسها خايفة ومرعوبة، وعزة مامته بقى كل اللي على لسانها: انا مش عارفة ما بيردش ليه، يا رب خير، يا رب يكون خير، انا خايفة لا يكون جراله حاجة. خير يا حبيبتي ان شاء الله، اهدي انت بس وربنا هيسر الحال. الكل كان قاعد متوتر جدا وقلقان لحد ما موبايل بسنت رن، وكان المتصل خالد. الو، ايوه يا خالد، انت فين؟ انت كويس؟ انا اسف يا بسنت، لكن انا مش هقدر اكمل في العلاقة دي. نعم؟ ده ايه الهزار السخيف ده يا خالد؟ ما تقول يا ابني انت فين وايه اللي حصل؟ انا ما بهزرش يا بسنت، ارتباطنا خلاص انتهى، مع السلامة. قال لي كده وقفل السكة في وشي، وانا كنت واقفة مذهولة تماما. قال لك ايه يا بنتي؟ طمنيني، هو كويس؟ كويس؟ ده كويس جدا كمان. وكمان قال لي ان هو مش قادر يكمل في العلاقة دي، عن اذنكم. مشيت بسنت وطلعت جري على اوضتها، وكانت وراها امل. الكل كان واقف مذهول ومستغرب من اللي حصل. دخلت اوضتي وقعدت على الكنبة وانا ساكتة تماما وما بنطقش بولا حرف. بسنت انت كويسة؟ يا بسنت انت واعية معايا؟ خير يا امل، هو في حاجة؟ كنت بتقولي حاجة؟ بقولك انت كويسة؟ كويسة، هو جدا كمان. انا ما كنتش كويسة كده قبل كده، بس انت عارفة ان النهاردة كان مرهق قوي، فانا هرتاح شوية. ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب انت مش عايزة تعيطي حتى؟ لا خالص، هو عيط ليه يعني؟ مفيش اي سبب للعياط، انا هرتاح شوية. وبعد كده سبتها وخرجت لهم مرة تانية، والكل بدأ يسألني عن بسنت وهي كويسة ولا لأ، وانا حكيت ليهم على كل اللي حصل بيني وبينها. انا مش عارفة بجد، ربنا يسترها، انا خايفة قوي من هدوءها ده. يا حبيبتي يا بنتي، احنا السبب، انا بجد مش عارفة ايه اللي حصل. انا اسفة يا جماعة، اسفة بجد. فضلت عمالة تتأسف لينا، لكن مفيش اي حد كان متقبل كلامها، فقررت ان هي تنسحب بكل هدوء، واخدت بعضها ومشيت وسابتنا.
وكل واحد فينا دخل على اوضته، والقلوب شايله كتير قوي. كنت نايمه على السرير بتاعي سرحانه وبصه للسقف، وبقيت عماله اسال في نفسي ليه اللي يحصل معايا كده؟ انا عملت ايه بس اللي كل مره تسبل شكلي ده؟ ومره واحده افتكرت موقف حصل من اسبوع. بعد ما اتفقنا على ميعاد الخطوبه، نزلت انا وخالد مع بعض عشان نشتري الفستان، واحنا قدام المول وكنا لسه داخلين كان اكرم لسه خارج منه. هو اول ما شافني واقفه مع خالد لقيته قرب مني بسرعه، ولقيته بيقول لي هو انت هنا ليه يا بسنت؟ ومعاك الراجل ده ليه؟ يا سلام، انت مين اصلا عشان توقفها ولا تسالها؟ انت مالك انت؟ هو ايه ده اللي مالي؟ ده انا مالي ونص كمان. بسنت دي تخصني وبتاعتي انا، وانت مالكش انك تمشي معاها. قال له كده وقرب مني ومسكني من ايديا. خالد بعد ايده بسرعه وقال له لو ايدك فكرت تمدها عليها هتنسى ان عندك ايد اصلا، وهي من النهارده ما تخصكش في اي حاجه، ولا ليك حتى الحق انك تقرب منها باي شكل من الاشكال. لا والله، هو انت بقى فاكر نفسك انك هتعرف تمنعني؟ لا، انت ما تعرفش انا مين. لا، انا عارف انت مين وكويس قوي كمان، وعشان كده بقولك ابعد. ده لو عايز يعني تفضل كويس وتكمل حياتك دي بشكل طبيعي. كنت واقفه وشايفه المشكله بينهم، بس تصرف خالد والغيره اللي كانت باينه في عينه كانت عجباني قوي. كنت حاسه وقتها ان هو بيحبني وبيخاف عليا بجد. وبعد كده خالد قرب مني ومسك ايدي ودخل بيا المول قدام اكرم، وانا كنت ماشيه معاه بكل استسلام، لان انا كنت حاسه ان هو راجل بجد وكمان بيحبني، وده خلق جوايا شعور كبير قوي بالفرحه. وفعلا دخلنا المحل واشترينا الفستان. لقيت خالد بيقول لي بكل فرحه انا متاكد ان انت هتكوني اميره فيه، ومتاكد انك هتكوني احلى بنت تشوفها عيوني. تسلم يا اسطى، والله كلك ذوق. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا بقول ايه وانت بتقولي لي ايه؟ المفروض يعني يكون في رد تاني على فكره. يعني اقول ايه يعني؟ مثلا انك بتحبيني. بحبك؟ لا بجد مش قادره. قال بحبك قال. يلا بس خلينا نروح. وبعد كده فقت من سرحاني. كنت عايزني ان اقولك بحبك يا خالد؟ طب انا بحبك يا خالد، ارجع لي بقى وما تسيبنيش. وبدأت دموعي تنزل من عينيا من غير اي صوت، وبدأت عمال اسأل نفسي هو سابني ليه؟ طب هو يا ترى كان بيمثل عليا الحب؟ الحقيقة فين انا مش عارفة، هو ليه كسر قلبي بالشكل ده؟ ورجعت افتكرت مرة تانية لما كنا واقفين قدام باب البيت وقال لي انا النهاردة مرضيش اسألك عن اكرم بأي شكل من الاشكال، رغم عن نفسي نفسي اعرف حكايته ايه بالظبط، بس مش عايز اضغط عليكي. هو عايزك تحكي لوحدك كل حاجة. صدقني يا خالد مش مهم. أكرم ده صفحة واتقفلت للأبد، ولا يمكن ترجع مرة تانية. كل اللي عايزاك تعرفه إن أكتر حاجة بخاف منها هي إن أي حد يجرحني أو يكسر قلبي، فاوعى تعمل كده أبدا يا خالد. وأنا عمري ما هعمل كده يا روح خالد. أنا هيكون هدفي في الدنيا دي هو إني أساعدك وبس، وأي حاجة تانية لأ. بقى هي دي السعادة اللي أنت وعدتني بيها يا خالد؟ هو ده اللي عمرك ما هتكسر قلبي ولا توجعني؟ فضلت عمال اعيط لحد ما رحت في النوم من غير ما احس. واول ما وصلنا الفيلا انا ومامة خالد بدأنا ندور عليه عشان نعرف بالظبط هو عمل كده ليه، لكن هو ما كانش موجود قدامنا. طلعنا على الأوضة بتاعته لقيناه نايم على السرير. لا والله يا بجحتك يا اخي، بقى نايم بالبرود والهدوء ده بعد اللي انت عملته؟ انا بجد مش فاهمه انت جايب البرود ده كله منين. لكن انا بقى ما اتكلمتش معاه، انا قربت منه وشدته وقومته ووقفته قدامي. هو انت ازاي تعمل كده؟ قول اي حاجه. بقول لكم ايه، انا تعبان وعايز انام ومش عايز اي دوشه. هو قال كده ومامته كانت قربت منه وضربته بالقلم على وشه. بقى هي دي اخر تربيتي فيك؟ بقى كده تصغرنا قدام الناس ليه؟ ها ليه تعمل كده؟ ما تنطق واتكلم. انا شفت في عينيك انك بتحبها، ليه يا ابني تكسر قلبها بالشكل ده؟ يوه، ما انا قلت بقى اني مش عايز. خلاص الموضوع خلص، كفايه اول حد كده ونبقى نتكلم بكره. مامته كانت لسه هتزعق لكن انا وقفتها. خلاص مفيش داعي يا زوزو تعملي كده، يلا بينا من هنا. وبعد كده اخدتها وخرجنا، وطلبت منها انها تدخل اوضتها وترتاح، وانا كمان هاخد بعضه وهمشي. وانا في طريقي كلمت امل. طمنيني يا امل، بس انت عامله ايه دلوقتي؟ معرفش يا يوسف، انا خايفه عليها قوي بجد. طب انت شفت خالد؟ ما فهمكش اي حاجه؟ للاسف لا، ما قالش اي حاجه. انا بجد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. ماشي يا يوسف، تصبح على خير. قفلت معاه الخط وفضلت قاعده وعمال اعيط على بسنت وعلى اللي حصل ليها. وخلص اليوم بكل الوحش اللي فيه، وجي يوم جديد. قمت من نومي وجهزت نفسي ودخلت على اوضه امل.
انت يا كسلانة، هو انت لسه نايمة لحد دلوقتي؟ قومي يا بت، هو انت ناسية ان احنا عندنا شغل يعني ولا ايه؟ بسنت، الشغل ايه بس يا بسنت؟ اقعدي ارتاحي في البيت شوية. نرتاح ايه؟ يلا يا بنتي انجزي بقى هنتأخر. طب انت كويسة يعني؟ انا كويسة وزي الفل كمان، وكفاية رغي بقى وقومي البسي. وفعلا لبسنا ورحنا على الشركة، والعيلة كلها كانت مستغربة تصرفات بسنت، لكن الكل كان بيتعامل عادي ومحدش عايز يضايقها. اما بقى يوسف فراح الشركة لخالد تاني يوم. هو انت ممكن بقى تفهمني عملت كده ليه؟ انا اكتر واحد عارف ومتأكد ان هو في سبب، وعارف انت قد ايه بتحبها يا خالد. مفيش يا يوسف، وارجوك كفاية كلام في الموضوع ده، ويا ريتني اقفله بقى وكفاية لحد كده. انت لو ما صلحتش اللي انت عملته ده، انسى ان احنا كنا نعرف بعض في يوم من الايام. تمام، مفيش اي مشكلة، اعمل اللي يريحك. سبته وخرجت من عنده وانا متعصب على الاخر، وعمال افكر هو جايب البرود ده كله منين. عدى كام يوم وكانت الامور كلها ماشيه عادي جدا، ولا كأن في اي حاجه حصلت. كنت قدام الكل بمثل ان انا كويسه وان كل شيء طبيعي، لكن في اخر اليوم كنت بقعد في الاوضه بتاعتي واقعد اعيط، هو اسال نفسي انا ليه بيحصل معايا كل ده. كنت مكتئب ومخنوق ومش مبين لاي حد. كان كل يوم اخلص شغلي واروح على اوضتي واقفل على نفس الباب. كنت كل يوم يبقى نفسي اكلمها واطمن عليها، لكن للاسف مش قادر اعمل ده. ووسط ما انا تايه وعمال افكر اتصل بيا رقم غريب. الو، انت عاوز ايه مني تاني؟ مش كفايه اللي حصل؟ اهدى بس كده شويه على نفسك واسمع الكلام، والا انت عارف ان انا ممكن اعمل ايه. يعني هتعمل ايه يعني اكتر من اللي انت عملته؟ ما كفايه بقى، لسه اللي هعمله كتير قوي. اوعى تفكر تكلمها ابدا او حتى تقرب منها، والا العواقب انت عارفها كويس. قفلت السكه في وشه وانا متعصب جدا، واتصلت على رقم يوسف. ايوه يا يوسف، تعالى لي دلوقتي انا عايزك ضروري. وفعلا عدى وقت قصير ويوسف كان عندي. هو مش انت كنت عايز تعرف انا عملت كل ده ليه؟ انا خلاص بقى مش قادر اسكت واتحمل اكتر من كده. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. يا ترى ايه السبب اللي خلى خالد يعمل كده في بسنت؟ عايزين تعرفوا كل ده واكتر؟ استنوني في الحلقة اللي جاية. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصة جديدة.